السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل يا جماعة فطار أول يوم رمضان. بسرعة كده بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله. هعمل جلاش بالبسطرمة وأرانب، وهعمل ملوخية وبامية ورز، وأعمل بتنجان بتنجان مقلي عشان الملوخية طبعا. جبت الجلاش. أنا هعمل صاج كبير يعني علشان احنا بسم الله ما شاء الله يعني عيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. جبت الجلاش ودهنت الصينية بالمادة الدهنية الموجودة عندك. وكمان جبت بين كل ورقة وورقة بدهن سمن. كمان يا جماعة لو عندك ورق مقطوع أو أي حاجة ممكن تحطيه بين الطبقات. هيبقى يعني عادي، يعني مش هيأثر فيها ولا أي حاجة. بس انتي مثلا كل طبقة او طبقة زي ما قلت علشان ما تبقاش معضمة وكده، تحطي تحطي مسحة سمن كده على الخفيف كده عشان برضك ما تبقاش دسمة قوي. بسم الله ما شاء الله. هت هيعمل معاكي كمية ممكن تقسميها على مرتين. الصاج ده ممكن انا عاملة فيه لفتين جلاش، يعني نص ونص. ممكن تعمليها على مرتين، تقسميها على يومين او حاجة، او ممكن 3 كمان. ما دام في يعني حاجات جنبه كمان فبتقسميها على مرتين او 3. بصوا يا جماعه، المقطع بحطه في النص كده، في نص الطبقات، وادهنه بردك عادي كده واحده واحده، وهتخلصي الموضوع بسرعه. فممكن تعملي زي ما قلنا، تعمليه دي يومين ورا بعض يعني. بصوا، او ممكن لو زاد منك حاجه تحطيها في اكياس او في علب وتحطيها في الفريزر، ما بيجرالهاش اي حاجه. كمان لما بيسخن تاني يوم بيبقى جميل جدا، او بعد يومين او 3 يعني. جبت البسطرمة، تقطعيها حتت صغيرة كده علشان يعني ايه تعمل معاكي كل جلاشة يبقى فيها طعم البسطرمة. هي بسم الله ما شاء الله. طبعا بتنضفي البسطرمة لما بتجيبيها. آه، بتنضفيها مكان الحلبة اللي بتبقى متغلفة بيها، المادة يعني اللي بتبقى متغلفة بيها. ها يا جماعة، هي كده يعني مناسبة، يعني لا هي مليانة قوي ولا فاضية. كمان عندي جبنة شيدر وجبنة موتزاريلا، هحط بردك كمية حلوة كده لل... للصينية. وزيتون بردك لو كده، بس أنا هعمل نصها زيتون، نصها بالزيتون، والنص التاني هعمله من غير زيتون. اهي يا جماعة بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. بصي هحط بقى ايه بعد كده، هحط الطبقات التانية بتاعة الجلاش. انا كده اكتفيت بالحشوة بتاعتها، يا دوبك احط حبة الجبنة الموزاريلا وخلاص. اهي يا جماعة بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. كل سنة وحضراتكم بخير. عملت الرصة التانية وقطعتها كمان. هجيب بقى كوباية ونص لبن، وهحط عليها بيضاية او بيضتين المتوفر عندك. انا حطيت بيضتين. واحط عليها كمان حبة فلفل اسمر. هقلبها كده كويس، وهحط عليها دي تاني بيضة كنت بحطها يعني. هقلبها كويس، وهحط عليها واحطها على صينية الجلاش اهي، تشربها بيها كده، واسيبها حوالي 10 دقايق. اسيبها 10 دقايق قبل ما ادخلها الفرن. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. يا جماعة حلوة قوي، وتبقى ان شاء الله حلوة. هدخلها فرن البوتاجاز، و يعني مثلا لو في تجمع بيض كده ما دوبش بشيله، يعني ما بخليهوش. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بس كده. غسلت الملوخية بقى يا جماعة وقرطفتها كويس، وهحط عليها قرن فلفل أخضر. وهعملها هحطها في الكيس دوت، كيس اللبن، كيس التخزين بتاع اللي بنحطه في التلاجة في الحاجة يعني. هو أغرد بيه الملوخية على طول بالمخرطة. أنا بحب بعملها بالمخرطة، مش بحب أعملها بالكبة ولا بأي حاجة. بصوا يا جماعة، المخرطة نضيفة وهي في الكيسة اهيت زي الفل. عندي برضك حبة بتنجان علشان الملوخية بتحب البتنجان. حطيته غسلته برضك وقمعته، وقطعت العنق بتاعه وحطيته هحمره كده ان شاء الله يبقى جميل، بيبقى طعمه حلو قوي مع الملوخية. حطيت حطيت الجلاش في الفرن اهون. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة، مرتفع خالص وجميل في منتهى الجمال. اهو بصوا بسم الله ما شاء الله. عندي اللي في النص ديت لو اتحمرت منك بتجيبي ورقة عادية، ورقة كراس عادية كده، وتغطيها علشان ما تتحمش منك قوي.
انا كنت عامله ارانب بس ما اتصورتش. حطيت مستكه وحبه سمن وشوحت الارانب، وبعدين حطيت عليها ميه سخنه وحطيت لها جزر وطماطم وبصل. جزر وطماطم وبصل وحته فلفل وحبه فلفل اخضر وحبه فلفل اسمر والملح، وسبته بقى يطيب براحته، وبحمره كده في الزيت، وحطيت سمنه، بحط له حته سمنه وانا بحمره اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، شكله ذهبي وجميل في منتهى الجمال. معلش بقى اسفه ان اسلاق الارنب مبانش، بس انا بسلقه زي ما قلت لحضراتكم كده بالطريقه دي. عندي الجلاش طلع اهوت جميل بسم الله ما شاء الله. فاضل لي بقى اعمل الطشه بتاعه الملوخيه، واعمل الباميه، وعملت كمان برام الرز دوت جميل جدا بسم الله ما شاء الله. ادي عندي الملوخيه اهي، حطيتها في الشوربه بتاعه الارانب وفكيتها كده من بعضيها، قلبتها تقليبه كده. وعندي بردك البامية شغالة على النار اهي يا جماعة بسم الله ما شاء الله. البامية بردك بقللها تقلية بسيطة كده زي بصلاية، واحط الطماطم واسيبها. ما بسبكش الطماطم يا جماعة، بحط الطماطم والبامية كله مع بعضيه، بس بضرب الطماطم في الخلاط يعني واحطه كله مع بعضيه اهو بسم الله ما شاء الله. وبحط لها دقة توم حلوة معتبر كده بقرن فلفل اخضر. ادي عندي دقة توم بتاعة الملوخية، ومعاها حبة كزبرة، دقة حلوة كده، حبة توم حلوين كده يعني، قومي 6 7 فصوص توم كده عشان يبقى طعمها حلو. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مش هنقدم السفرة، هقدم الحاجة كده لحضراتكم، والسفرة نبقى عشان يعني في ضيوف وكده. بصوا يا جماعة، البتنجان مقلي اهون، وعندي البامية والملوخية، وكان بالليل كنت عاملة سلطة فواكه بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. والصاج بقى كله كده والحاجة هي كلها بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل. وطلعت اليوم يعني اخد يعني عدى بسرعة يعني في ثواني ما شاء الله. بعد المغرب بقى هعمل لهم كنافة ان شاء الله. اتمنى الوصفة